الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة لمسة شيف فنان. اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي مانجا، إن شاء الله هنعمل المانجا المخللة. المانجا المخللة دي مانجا بطريقة هندية. تمام، في الهند بيعملوا إيه؟ بيجيبوا المانجا اللي بتسقط من الشجر وبتكون لسه ناشفة. بيشتغلوها، تمام، بيعملوها إيه؟ بيخللوها. تمام، بيخللوها، فدي طريقة هندية. ان شاء الله اتمنى تعجبكم. تمام، ان شاء الله تشتركوا في القناة، تشوفوا معانا كل ايه، كل حاجة جديدة، كل حاجة جميلة ان شاء الله بإذن الله. تمام، دي المانجا المخللة. بنجيب مانجا تكون ناشفة. تمام، تكون ناشفة يعني على حسب بقى ما انتوا عايزينها تطول، مثلا ممكن تقعد معاكم فترة وتجيبها طرية شوية، بس ايه الأغلبية بتكون ناشفة. بنعملها بالقشر بتاعها. تمام، لو انتوا عايزين تعملوها من غير القشر او تقشروها ماشي، دي حاجه ترجع لكم. ادي المانجا معانا، اي نوع مانجا عندنا عادي مفيش مشكله. شوفوا هي ناشفه ازاي. تمام، بقسمها كده بالنص كده، او اقشرها عادي وبعد كده اقطعها كده من غير ما اقسمها، لو ممكن نستخدم القلب بتاعها يعني نزرعه او كده. تمام، زي ما حضراتكم شايفين هي ناشفه ازاي. قسمناها بالشكل ده. بعد كده نبدا ايه؟ نطلع القلب بتاعها او البذره بتاعتها. تمام، النبته اللي جوه دي هنقسمها ايه؟ 4/4 إنه المانجاية. ماشي، طلع معانا القلب، بس طبعا لسه باقي الغلاف بتاع القلب بتاعها، هنحاول نشيله. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، شوفوا المانجا ناشفة. طبعا هي مع التخليل لحمها ايه، هيدوب وهيطرى. نبدأ بقى نقطعها. هنقطعها كاريه صغير بالشكل ده، زي ما حضراتكم شايفين. زي ما قلت لحضراتكم ممكن تقشروها وممكن تسيبوها من بقشرها. تمام، بس دايما يعني ايه بتتعمل بقشرها يعني. القشرة مفيش مشكلة وبتتاكل بقشرها عادي لما تتخلل يعني. تمام، يعني القشرة دي لما هتتخلل ومع الملح هتدوب يعني من الملح. قطعنا الكمية بتاعتنا بقت بالشكل ده. تمام، لو المانجا عندكم مش ناشفة أوي يعني وفيها طرية سنة، عادي ممكن ايه اللي هي بس يا دوبك انها تتقطع كده يعني، تبقى سليمة كده صحيح. مفيش مشكلة عادي. قطعنا الكمية بتاعتنا، هنحطها عندنا في الحاجة اللي هنقلب فيها. تمام، بعد كده معانا بقى التوابل، معانا بابريكا، معانا الملح، معانا كزبرة ناشفة. تمام، معانا كركم، معانا كاري، معانا فلفل اسود، معانا جنزبيل، معانا الكركم والكاري زي ما حضراتكم شايفين كده، معانا الايه، كزبرة ناشفة، معانا حبة البركة. تمام، وهنحتاج بقى شطة، لسه في شطة هتيجي بعدين، كمية شطة. تمام، بنقلب نحط الحاجات دي ونقلب بقى الكمية الحاجات بتاعتنا دي كلها. حطينا خليط من التوابل ده كلها. دايما زي ما حضراتكم عارفين الهند بتتميز بالتوابل والبهارات كتير يعني. حطينا الكمية بتاع التوابل بتاعتنا وقلبناها. تمام، بقت معانا بالشكل ده. والملح طبعا ده أهم حاجة، أساس الملح عشان هو اللي هيخللها. ماشي، بعد كده معانا الشطة. هما دايما بيحطوا شطة كتير، الشطة البودرة أو الشطة الناشفة اللي زي كده، اليابسة اللي زي كده. ليه؟ لأن عشان لما تتخلل هتاخد وقت فبتتركن، بنسيبها في المطبخ كده. تمام، وده بنحط معانا شوية كراوية. تمام، بنقلبهم كويس ونقلب الخليط بتاعنا كله بالشكل ده، وبنجيب بقى شوية، بنجيب طاسة وبنحط فيها ايه شوية زيت يسخنوا. تمام، طبعا نحط معاهم شوية توم متقطعين انصاص كده. توم زي ما هو حضراتكم شايفين متقطعين انصاص، يسخنوا مع ده كمون صحيح، كمون سليم. تمام، بنحطهم يسخنوا بس كده. وبنيجي بعد كده بقى ايه، بحطينا الحاجة الخليط بتاعنا في البرطمان بالشكل ده. بعد كده ننزل عليه بالزيت اللي هو فيه التوم والكمون. تمام، اهو ننزل عليه يا دوبك بس الزيت يسخن يعني، ما نخليش الزيت يغلي أوي. تمام، ونقلب الخليط بتاعنا كده ونسيبه في البرطمان. بنسيبه بقى من 20 يوم ل25 يوم، بنركنه في المطبخ. تمام، وبنسيبه 25 يوم، من 20 ل25، وبعد كده بنبص عليه. تمام،
طلعت معانا المانجا بقت بالشكل ده متخللة، طعمها جميل، حاجة هتعجبكم جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها وما تستغربوش ان هي مانجا والكلام ده، يعني لا، دي حاجة جميلة جدا ان شاء الله، يعني اتمنى تجربوها وهتعجبكم كتير ان شاء الله باذن الله. اشكركم شكرا جزيلا، اتمنى تشتركوا في القناة، هتشوفوا كل جديد معانا ان شاء الله باذن الله.